السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نشوفوا فيه جميع اسرار شريك مسكر. راح نديروه بمقادير مضبوطه وبطريقه بسيطه. العجينه تجي بزاف بنينه وهشوشه تذوب في الفم، والحشوه راح تجي طريه. نبداو في الطريقه بعد الصلاه والسلام على رسولنا الحبيب. عندنا اول حاجه كيلو تاع لافارين. هذه الكميه البنات دير لكم اونتر 60 و 62 بياس تاع ما بين العرايش والكعكات والتشارك. نزيدوا لهم 500 غرام زبده تكون طريه. كاين اللي يذوبوا الزبده ومن بعد يخليوها تبرد ويضيفوها. انا نستعمل هذه الطريقه، هي الاحسن بالنسبه ليا. ميم تخليو العجينه برا على الثلاجه، الدهن ما يخرجش منها. بون قلنا نوزنوها 500 غرام، وقطعتها كما قاعدين تشوفوا دي مورسو هكا تجيني سهله. ونروحوا نجيبوا السمن، نحطوا 2 مغارف كبار معمرين وسي ما نذوبوهش، نحطوا كل شيء بارد في بارد. زوج مغارف سكر غلاس. سكر غلاس تقدروا تستغنوا عليه باسكو اصلا الحشو راه حلو، زدوا لها الكلاصاج. مي انا حبيت ندير لكم الوصفه كما هي، كيما تعلمتها في الفورماسيون وكيما قاعده نستعمل فيها. مغرف صغيره قرفه، وما نجربش وصفات خلاف نعاود نرجع لهذه الوصفه، هي من انجح الوصفات. تجي لاباط طريه ومبسه تذوب في الفم، ميم الحشو يجي طري ما يبش من داخل. بعد راح نشوفوا الحشو. حطيت ان باكيت على لافاري، تقدروا ديروا تاع الميزان تحطوا مغرف. نبداو نبسوا في العجينه بهذه الطريقه بالكفين تاع اليد، حبكوها مليح مليح. كاين اللي يبسوها ويخلوها تبات، صدقوني ما راهيش محتاجه انها تبات، حبكوها فقط مليح بسوها. راح نشوفوا كيف راح ترجع كيما هك. اون ديغي حطينا لها الماء، مي نو غير من الزبده برك تاعها كي حبكناها سخنت ودابت مع لافارين، دخلت مع لافارين. على هذه نقول لكم ما تذوبوهاش، بعد كي تحبكوها راح ندوبوها نتوما تدخلوها في نص الحبوبات تاع لافارين. نديروا مزيج تاع الماء وما زهر ونبداو نبلو تدريجيا، ما تحطوش مره واحده، تدريجيا نحن نطمو في العجينه. شوفوا العجينه كاين اللي يعجنوها، العجينه تاع التشريك يعجنوها، مي راهم غالطين. نو، العجينه تاع التشريك تتلم فقط، لموها بهذه الطريقه. شوفوا انا نطم وانا نحط في السوائل تدريجيا. راح نقول لكم، راح نوري لكم كيف تعرفوها ملي تلمت بالنسبه للمبتدئات. شوفوا كيف نديروا، حكموا قطعه من العجينه، كوروها بهذه الطريقه. شوفوا كيف راهي متشقه، ما راهيش ليس، يعني راهي مخصوصه. نزيد نكمل نحط بالتدريج وانا نطم فيها حتى تسوحوها ملي خلاص راهي مليحه. زيدوا جربوا، حكموا انبور وشوفوها، كون تلقاوها ليس كما راح تشوفوا في لا فيديو. دوك نوريها لكم. كي تعود لاباط مليحه راح تسهلكم الخدمه. شوفوا كيفاش جايه ليس. فوالا خلاص لاباط تاعي راهي واجده. نحطها في فيلم اليمونتير ولا دون ساشي وخليوها ترتاح. اذا حبيتيو تبيتوها حطوها في الثلاجه وجبدوها من قبل باش تستعملوا. لازم تكون طريه. في نفس الصحن انا مسحو برك بسوبالا وندير فيه الحشو. بالنسبه للحشو راح نستخدم اللوز. شوفوا راح نوري لكم السائل قد ما حطيت نصف لهاد لو بول تاع الشوربه، قعد لي منه ميم با 4، يعني هذا بالتقريب. بعد كل وحده ولا فاغين تاعها، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. الطريقه المضمونه كما قلت لكم، ديروا باللابول هذيك وشوفوا. نحطوا 3 كيلات لوز مع كيلة سكر. انا راح ندير 4 كيلات ونص، يعني راح نحط كاس ونص سكر. راح نعطيكم تاع 3 كيلات. هذا كاس تاع 240 ملل يرفض. قلنا هذا الكاس تاع 240 ملل، حطيت 4 ونص، مي انا بعد عاود زدت كيلة خلاف، يعني درت 5 كيلات ونص.
تقدروا ديروا بهذا الكاس ديروا زوج سما ديروا 6 كيلات هكا تجيكم ما تخافوش ما تجيكمش ناقصه تجيكم قد بون انا زدت كيلو وقعد لي منه شويه يعني واحد حق 2 بول هكاك بون حطينا قلنا نعطيكم تاع 3 كيلات حطينا 3 كيلات لوز كيلو سكر مغرف صغيره قرفه اختياريه زوج مغارف سمن زوج مغارف بيض انا حنحط 3 باسكو حطيت كيلو ونص 4 كيلات ونص نعاود لكم المقادير 3 كيلات لوز كيلو سكر زوج مغارف سمن مغرف صغيره تاع القرفه اختياري لافاني راح نحبكوهم الساع مليح نبسوا كل شيء مع بعضه ومن بعد نزيدوا نضيفوا البيض قلنا زوج مغارف يعني ميم با حبه بيض بما اني حطيت 4 كيلات ونص حنحط 3 يعني زوج مغرف تاع 3 كيلات ومغرف تاع كيلو ونص هنا ما نطموش بالماء والماء زهر نطمو غير بالزهر نحبكو شويه البيض ساع يمتزج مع اللوز والسكر هنا ميم الحشو يحب هكا شويه العجين مش بزاف باسكو كنت عجنو بزاف راح يخرج هذاك الزيت لازم تحبكوه شويه كما قاعدين تشوفوا كما قاعده ندير انا هنايا في لا فيديو حبكوه باش يذوب شويه سكر كاين اللي يقول لك لا الحشو تاعنا يبس الحشو ما يبسش ديروا هذه الطريقه اذا خافتي ولا حبيتوا تنقصوا الحلاوه نقصوا شويه سكر مش مشكل نقصوا اللي بغا حطوا فيه 4 كيلات ونص حطوا كاس تاع سكر انا كما قلت لكم بعد زدت كيله خلاص راهو نجد حبكتو شويه هكا لما بين يديا ذوبت شويه سكر وحطيته في الاليمونتير ونحطو في الثلاجه يبرد ويرتاح وممطو والحشو كيعود بارد يجي سهل في الخدمه مي لاباط تجبدوها من قبل من بعد ما ارتاحت نكوروها الحشو 10 والعجينه 24 نروحو نديرو التشارك راني سبقتكم قعدت لي حبه ونكمل البلاطو نديرها معاكم شوفوا البنات ركزوا كيفاش نخدموا التشارك باسكو يبان يشبه الكعكعات مينا يختلف عليه في حوايج هنا حلينا لاباط نورمال كما حلينا الكعكعات مي الاختلاف الاول في الحشو هنا الكعكعات كي دورناه قد مي تاع التشارك في الطراف يجي رقيق وفي الوسط خليوه خشين دوك نوريكم الشكل تاعو فوالا تشكلوه ديجا تشارك نحطوه هنايا ونبداو كي ندورو كيما درنا الكعكعات من الوسط نضغطو من وسط الاطراف باش نخرجوا الهواء هنا لازم تغلقوا الاطراف كيما تبداو تدوروا البريت الاطراف لازم يجيو مغلوقين بيان باسكو من بعد ما راحينش كيما ما راحش نديروهم كيما الكعكعات ندخلوا جهه في جهه سينو راح الحشو يخرج ويتحرق ندوروهم بيان وحنا نغلقوا نضغطوا نخرجوا الهواء نقفلوا بيان ومن بعد كي نعودوا ندوروا فيهم احنا ندوروا وحنا نرقوا في الاطراف هنا ندوروا مليح باش نمحيو لاطخاص كي نتحصلوا على شكل هلال ندوروه بهذه الطريقه كاين المول تاعهم مي تشارك ساهلين ما يحتاجوش مول ملي تحب تستعمل المول نثقبوهم كما قاعدين شوفوا في الوسط وفي الاطراف نخلوهم يرتاحوا 15 دقيقه ومن بعد نطيبوهم في فور على مسخن مسبقا على 180 درجه لمده 20 دقيقه يطيبوا دوغي ومن بعد كل وحده له فوق تاعها كاين يعني من 20 دقيقه ل 25 دقيقه المهم كيعودوا دوغي خرجوهم هنا بعد ما طابت شوفوا كيفاه طيبتها دوغي نبداو في التشارك نوجدوا لو سيرو تاعو نحطوا نص كاس ماء زهر مع زوج مغارف ونص تاع سكر غلاس نزيدو نص مغرف تاع لافارين لافارين هنا راح تخلينا السكر يلصق مليح مع التشارك وما يتكسرش نخلطوه مليح بالفوي ولا بالملعقه ومن بعد نبداو نحطو في الحبات تاع التشارك كي نوصل داك لو سيرو حوالي نصف دقيقه نقلبوه من الجهتين شاك فوا ومن بعد نحطوهم يقطروا كنصيحه كي تعودوا مبتدئات تخدموا بالخمس حبات لانه كنت تخدموا الكميه كامله وتخليوها تقطر ومن بعد تحطوها في السكر غلاس راح تنشف لكم نجيبوا سكر غلاس نغربلوه انا في العاده نخدم في صحن كبير مي هنا باش نوري لكم جبت صحن صغير نحطوا كميه تكون طبقه تكون سميكه
ونبداو ناخذ بالحبه نشفوها من تحت بالسوبالا ولا بابي سيرفييت. نزيدو نغربلو فوقهم طبقه اخرى تكون ايضا سميكه. ومن بعد نضغطوا عليهم غير بالعقل باش ما يتكسروا الكمش. لازم يجيو كامل مغطيين. هنا نخليوهم 20 دقيقه البنات، 20 دقيقه ما تروحوش ليهم كامل. كي تفوت 20 دقيقه نروحوا نهزوا بالحبيبه هكا ونخدموا بهذه الطريقه. نضبطوهم غير بالعقل، نحيو هذاك الزائد. ونزيدو نغربلو فوقهم طبقه اخرى. نقسم لكم حبه تشوفوها كيف جات من الداخل. الله يبارك، جات هشوشه، العجينه هشوشه والحشو طري وبنتها ولا اروع. جات هايله، وكما راكم تشوفوا الحشو ما يبسش وجا طري ومعسل حتى القلب تاعو. هذا هو التشراك، جا ما شاء الله انجح وصفه ممكن نجربوها. مديت لكم جميع الاسرار. ان شاء الله تكون هاد لا فيديو نالت اعجابكم، وان شاء الله تجربوه ينجح معكم. ما تنساوش الدعم للقناه للاستمرار. صحه فطوركم وصحه سحوركم.